خبر الوطني تتوجه للشباب تحديدا. منصة شباب ترفاية فتحت سنة 2019 في وجه الراغبين في خوض تجربة أو مغامرة الاستثمار، وقد مولت المنصة 54 مشروعا كانت لنون النسوة حضورا مميزا. منى يحيوي. بشغف وفرح تتفحص فيلة الكيحة لائحة المعدات والآلات التي منحتها إياها مبادرة التنمية البشرية لتمويل مشروعها المتمثل في مطعم صغير المأكولات. استفادة ضمت مجموعة من المقاولين الشباب الذاتيين الراغبين في إطلاق مشاريعهم أو تطوير مشاريع عمل قائمة بالفعل بإقليم طرفاية. وأنا جد فرحانة بهذه المعدات اللي هو مشروعي سناك، ونتمنى ان شاء الله الطفيلات حتى هم يستفادوا الحمد لله بحالنا بحالهم. عندي مشروع مقهى، وجيت اليوم باش نستلم الماتريال اللي ديال المقهى ديالي من طرف المبادره، وكان شكر منهم المنبر. كنشكر الناس القيمين على المبادره. ولضمان نجاح هذه المشاريع تم إنشاء منصة الشباب طرفاية، منصة توفر فضاءات للاستقبال والاستماع والتوجيه ودعم ريادة الأعمال والتشغيل وتعزيز المهارات ما بين 2019 و2021 في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. تم إنجاز مجموعة من المشاريع باستثمارات إجمالية تفوق 6,900,000 درهم. منصة الشباب تمثل فضاء المواكبة وتكوين وتوجيه الشباب، باعتبار الشباب ركيزة المجتمع، ويمثل الرؤية الاستراتيجية التي يخصها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لهذه الفئة من المجتمع. منصة الشباب طرفاية فضاء لمواكبة المشاريع المقدمة مع مراقبة قبلية وبعدية. وفي إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم تمويل 54 مشروعا مدرا للدخل بالإقليم.